بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان أقوال علماء الأمة الإسلامية في جماعة التبليغ البدعية. نسأل الله جل في علاه أن ينفع به الجميع. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن جماعة التبليغ المعروفة الحمدية أكثر خرافات، بعض البدع الشركيات، بعض البدع الشركيات، بعض البدع الشركيات. خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلت ولا أزال أقول، وأنا ما أحقد على مسلم قبل أن أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة التبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية، صوفية عصرية، وإخواننا التبليغيون وفقنا الله وإياهم للصواب هم أناس سلكوا مسلكا ألا وهو مسلك التصوف في كثير من أحوالهم. وآخر كتاب الخبر جمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين صحفوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم. آخر كتاب خبر بيانه كتاب الكافر الجم، كتاب الشيخ بن عبد الله الحديدي رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جمع كل ما فيه من قبل، جمع فيه معلومات صحيحة عنه، فلم يبقى فيه مشكلة أبدا. لكن الفتنة والعياذ بالله تعمل أبطال، مثل تعمل أبطال، ولا كيف الإنسان عاد على إدارة التوحيد وعرف عقيدة كيف يخسر كيف يخرج معه، كيف يدعو كيف يدافع عنه؟ هل هذا إلا من الضلال هذا والاستبدال الذي هو عندنا من أجل هو الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. نحن في قرية ويتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ أرجو التوضيح. لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جماعة التبليغ والإخوان المسلمون والسروريون وحزب التحرير ومن يعطف عليهم كلها فتن عرضت عليكم، امتحان واختبار. أنتم أمام الاختبار والامتحان، أنتم على الخط، والجماعات هذه تريد أن تخرجكم من الخط إلى بنيات الطريق، ومن خرج عن الخط إلى بنيات الطريق ضاع، نهايته الهلاك إلا ما شاء الله. لذلك لا أنصح أحدا بالانتماء إلى أي جماعة من هذه الجماعات. وجماعة التبليغ حسب فهمي لا أتهمهم بالطموح السياسي كغير من الجماعات الأخرى، ولكنها جماعة صوفية. جماعة التبليغ معروف أنها صوفية، ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. جماعة التبليغ معروف حالها وواضح أمرها، وأنها إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال وبدعة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإليكم كلام علماء الأمة الإسلامية في جماعة التبليغ البدعية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال العلامة الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبته. كل من داعي الله هو مبلغ، ومن داعي الله هو مبلغ. بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم، إلا إنسان عنده علم يخرج منه ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات، عندهم نقص في العلم، لكن إذا البصيرة والعلم يخرج معهم في الدعوة إلى الله. أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للترشيد والإنكار والتوجيه الخير وتعليمهم حتى يتركوا مذهب الباطل ويعترفوا مذهب أهل السنة والجماعة. وقال أيضا العلامة الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون، ويقول: هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ كلهم عندهم نقص. جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن ينفذوا ما دل عليه الكتاب والسنة في توحيد الله والإخلاص له والإيمان باتباع شريعته. فعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا مخالفة أمره أينما كان. وعلى جماعة التبليغ أيضا يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها أو الاستغاثة بها، كل هذا من المنكرات، والاستغاثة بها من الشرك الأكبر، فعليهم أن يحذروا ذلك. لهم نشاط في الدعوة إلى الله وكثير منهم ينفع الله بالناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة يجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة ويستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم. سئل العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليه: هل جماعة التبليغ والإخوان من ضمن 72 فرقة؟ فأجاب على أنها تدخل في 72 فرقة. قال: من خالف عقيدة السنة دخل في 72. وهذا ضمن دروس في شرح المنتقى من الطائف، وهي قبل وفاته رحمه الله تعالى ب2 أو أقل. وهذا هو التسجيل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى قدما قول ستكثر أمتي على 73 فرقة إلا واحدة. هل جماعة التبليغ على ما عندهم شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم تحزب وشق العصا علامة الأمور وعدم سمع الطاعة؟ هل هذه الفرقة؟ نعم. من خالف عقيدة السنة دخل في 72. أمتي يريد أمة الإجابة استجابوا له وأرادوا اتباعهم له، 73 فرقة بالأجر سليمة التي اتبعتهم واستقامت على دينه، وفي 73 فرقة لهم اتباعهم وفيهم العاصي وفيهم المنكر أقسام. هل تكون فرقتين من ضمن 72؟ بعضها العلم يرى خوارج من الكفار خارجين، وفهم داخل في أول وقال أيضا العلامة الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم، إلا إنسان عنده علم يخرج منه ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. أفضل الشيخ بارك الله فيك،
أن الجماعة يزوروا التاريخ، حرفوا في التاريخ وجعلوه في 5/7/1414، وبدأوا ينزعون على القرى وعلى الشيبان فبدأوا هؤلاء يخرجون معها حتى النساء بحجة أن الشيخ أفتى بشهر 7/1414 في ذلك. فنريد الشيخ هذا الناس هذا اللي يقول مختصر مثل هو منصور من هذا يوم هذا مو صحيح يا شيخ. بما فيه كلام واجب على حسب ما بلغنا عنه، لأن تنوع عنهم كان معهم أخونا يوسف الملاحي، كان معهم سعيد بن عتيق، كان معهم جماعة سعد الحسين، ثم سعد الحسين تغيروا كتب عنه خلاف والد، ثم تنوعت عنه تنوعت، لكن استقر الأمر أن عندهم بعض الجهات في العقيدة لما بلغ عنهم من جهة الاعتقاد. وهكذا الشيخ سعد الحسين لما تحقق أخيرا كتب فيه الشيخ محمد بن تويجي ثم يقول الذي يخرج معهم إذا كان قصد الخير وهو من العلم يرشدهم ويعلمهم ويهديهم إلى خير لعل الله يهديهم، لأن عندهم نشاط، عندهم تحمس، عندهم صبر، لا يحب ولا لا يأخذ. وقال أيضا العلامة الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى وأن منهجها هو الصواب، وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. في أي بلد؟ نعم. في أي بلد؟ أنا؟ إيه؟ أسكن في أي بلد؟ إيه؟ ولا الآن أكلم؟ الطائف؟ لا، الكلام إيه؟ كلمة من الأرطاوية. الأرطاوية؟ نعم. على كل حال تقيد بجماعة معينة ما يصلح، ما يجوز. نعم. أول إنسان يتقيد بالشرع، نعم. قال الله قال الرسول، يتقيد بالكتاب والسنة. نعم. لكن أحسن الجماعات اليوم السلفيون وأنصار السنة. نعم. منتسبين للسلف الصالح. نعم. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان وأشباههم من يتعلق بالسنة ويعظمها. نعم. يعني يتعلق بالكتاب والسنة. نعم. سواء سموهم أنصار السنة أو سموهم سلفيين أو ما سموهم شيء. المهم أن يكون همهم التعلق بالكتاب والسنة. نعم. تحكيمهما والحرص على العمل بهما. نعم. أما مجرد يكون يتحزب لقاء الجماعة يرضى لرضاها ويرضى لغضبها مطلقا هذا ما يصلح. نعم. لابد من تحكيم الأدلة الشرعية. نعم. يكون عنده بصيرة ويسأل عما أشكل عليه ولا ينضم إلى هؤلاء ولا بالإيمان كله، بل ينضم معهم في الحق والخير والهدى. أما الإخوان المسلمون أو جماعة التبليغ لا، هؤلاء عندهم بعض الأخطاء، لكن السلفيين يعتنون بالكتاب والسنة وأنصار السنة في الجهات المعروفة. الحاصل شوف الإخوان اللي يعتنون بالقرآن والحديث خليك معهم، اللي يعتنون بالقرآن والحديث خليك مع هؤلاء، تبحث معهم، تدرس معهم، تبحث الأثر معهم، تسأل العلم ما أشكل عليك. يعني يا شيخ انضم إلى يعني منهج السلفية. نعم. 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 انضم إلى يعني منهج السلفية. أصحاب النبي وأتباعهم بإحسان. طيب. هذا السلفي. نعم. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني أسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على إحياء منهج السلف الصالح. إذا أشاركوا شيء. نعم. يقولون لا تكتبوا الشيخ محمد اليمين، صافي الفوزان، طلال الأيان، تاج بن الشيخ، جماعة كثيرة آخرين. إخوان لهم فيهم بركة إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. أثابك الله يا شيخ. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلتها ولا أزال أقول، وأنا ما أحقد على مسلم فضلا أن أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة التبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية، صوفية عصرية. وقال أيضا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. كيف هذا؟ كيف يتصور في جماعة أولا يسمون أنفسهم جماعة تبليغ،
ماذا يريدون أن يبلغوا إلى الناس؟ إما أن يبلغوا العقيدة وهم مع الأسف لا يفعلون، وما أدري هذا لماذا لا يذكرونه، لأن الفقهيات لعلهم يعنون بالفقهيات ما هو أعم وأشمل. ايش هي اللي بعد؟ هذا هو. فالفقهيات إلى ماذا يدعون إذا هم؟ أنا لا أريد أن أقول إنهم يدعون إلى ما يمكن أن يدعو إليه كل طائفة متدينة على وجه الأرض مهما كان نوع دينها إلا اليهود. فأنتم تعلمون مثلا أن جماعة التبشير من النصارى هم يدعون إلى شو بيسموها اللي مذكورة بالإنجيل العشر، الوصايا العشر، لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، ما أدري إلى آخره. كمان هذه الأشياء يدعو إلى الإسلام. فإذا كان الجماعة لا يريدون أن يبحثوا في السياسة قلنا لهم لا بأس مؤقتا، لكن في الفقهيات ورسول الله يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا أعتقد جازما أن هذه الفقرة سبب وضعها هو نفس السبب الذي يحملهم على ترك خطبة الحاجة، ولعلكم ما نسيتم بعد ما هو السبب، أنهم لا يؤمنون بقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام كما ذكرنا لكم آنفا، ولذلك فهم لا يعرجون على هذه السنة المتروكة ولا يحيونها. كذلك لماذا أعرضوا عن الفقهيات؟ لأنهم لا فقه عندهم، لأن الفقه كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فهم لا يبحثون في الفقهيات بزعم أنه يثير الخلاف، لا، هذا زعم يتسترون خلفه، والحقيقة أنهم لا يحسنون الفقه. كل واحد كما يقولون عنا في الشام جماعة التبليغ مثل إخوان مسلمين مثل حزب التحرير، لا فرق بينهم في نقطة واحدة، وهي جماعة إخوان مسلمين بيجمعوا بين السلفي والصوفي، بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وفي بعض الظروف بين السني وبين الشيعي. هيك السياسة بتقتضي. حزب التحرير كذلك ما بيهمهم، حتى لقد صرحوا من منهجهم أنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة، هذا من حسناتهم لكنها في نفسها سيئة. أما جماعة التبليغ ما يصرحون بهذا، لكنه واقعهم لا يتبنون رأيا في العقيدة، كما أنهم من باب أولى لا يتبنون رأيا في الفقه. لماذا؟ لأن الفقه ألف هناك من جماعة الأزهر للشريف كتاب اسمه الفقه على المذاهب الأربعة. إذا بدك تضيع في غمرة الخلاف بين المذاهب الأربعة اقرأ هذا الكتاب، حينئذ لا تخرج منه إلا أنت دايخ ما تعرف إلى أي قول يعني تذهب إليه وتتمسك به. كذلك دكاترة الجامعات اليوم يدرسون الفقه الذي يسمونه بالفقه المقارن على طريقة الفقه على المذاهب الأربعة. بيقول لك أبو حنيفة قال كذا وحجته كذا وقول الشافعي كذا وحجته كذا إلى آخره،
وبعدين أين الحق الذي قال الله عز وجل فيه وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما المسؤول عنها بعالم من السائل. فإذا الذين لا يشتغلون بالفقهيات ليس السبب أنه يوقع الخلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر قاطبة من أسمائه، وأرجو أن تسمعوا هذا وأن تحفظوه، من أسمائه الفارق أو المفرق، من أسمائه المفرق كالقرآن. القرآن من أسمائه الفرقان. لماذا رسول الله مفرق؟ فرق بدعوته بين المؤمن والكافر. كان من نتائج ذلك فرق بين الوالد وولده، هذا كافر مشرك وهذا مؤمن مسلم. إذا لماذا نحن نخاف أن نفرق؟ نخاف أن نفرق بالباطل، ولا ينبغي أن نخاف أن نفرق بالحق، لأن ربنا يقول فماذا بعد الحق إلى الضلال. لكن الحقيقة أنهم لا يعرفون الحق من الباطل، لا يعرفون الصواب من الخطأ، ولذلك تمثلوا بالمثل العامي الهريبة نصف الشجاعة، لأنه اللي بده يدخل المقصود فهم عرفوا أنهم كما يقال أيضا ليسوا حشو الكذب. يجي يقول مثلا قال أبو حنيفة خروج الدم مهما قل فهو ناقض الوضوء، والإمام الشافعي يقول مهما كثر فهو غير ناقض الوضوء. الإمام أحمد يقول ومالك معه أيضا من قبل أنه إن كان كثيرا نقض وإلا فلا ينقض. شو بدهم بهالدوشة هاي بدها اطلاع على أدلة المذاهب هذه أولا، ثم إجراء معادلة ومراجحة بين هذه الأدلة ثانيا، وهذا يتطلب شيء إضافي على وجوب معرفة أقوال الفقهاء، يتطلب أن يعرف علم الحديث في مصطلحه وعلم الجرح والتعديل في تجريحه وتوثيقه. وهذا أكثر الدكاترة مش العامة من جماعة التبليغ وأمثالهم الذين يخرجون من الدعوة، هؤلاء لا يستطيعون. لكني كنت أستحسن منهم أن يقولوا كما يقولون. بالأمس القريب لما ذكرنا لكم كنا في مذهب وتكلمنا حول جماعات منها جماعة التبليغ، قال لي أحدهم ممن نحسن الظن به، قال لي ذلك لأنه أنا حضرتهم على العلم، قال لي ذلك مشايخنا بيقولوا لنا اذهبوا إلى العلماء، اذهبوا إلى العلماء. فقلت لهم نحن نريد أن تكونوا أنتم العلماء، أنتم الذين تهتمون بدعوة الأمة، مش أنتم تذهبون إلى العلماء ثم تخرجون ولستم علماء. بسم الله. إذن تركهم الفقهيات لأنها تفرق، أنا أقولها صراحة وأرجو عدم المؤاخذة، لأن الحق حق من يقال هذا عذر أقبح من ذنب. وقال أيضا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، قول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، بكون ذكرت الله وذكرت خطبة رسول الله إلى آخره. لماذا غير جماعة التبليغ اللي دائما بدندنوا حول السنة ما بيحيوا هذه السنة، والجماعات الأخرى اللي ما هن معنى الخط على السنة حافظوا عليها؟ ليه؟ لأنه هيك الطريق. الرجل الصوفي لما بيلقن أتباعه أوراد وأذكار بتلاقي أكثر هذه الأذكار لا أصل لها في السنة، هي اللي متمسكين فيها كأنها من وحي السماء. ليش؟ الشيخ هيك، الطريق هيك، مثل ما بيقول اليوم القانون هيك،
يا أخي هذا قانون مخالف للشرع، هيك نظام. فالمشكلة أنه منين ما إجيتها بتلاقيها بايخة، بتلاقيها جرداء ساحلة كما قيل. أنا أذكر مرة، وهذه فيها نكتة وفيها عبرة، وأنا شبيب يمكن لحيتي زغبرة كانت شاب، دخلت المسجد. في عنا في دمشق في المساجد توضع خشبات مشان وضع النعال، مثل صندوق صغير يعني. أنا فت ووضعت النعل بلا مؤاخذة، هاي القبلة وهاي الصندوق هذا محطوط هيك، وضعته هيك يعني بوز إلى القبلة مثلا، والكعب إلى ما يقابل المصلين. واحد شيخ درويش جالس قال لي يا فلان حط النعل هكذا، بدل ما حطه هيك حطه هيك، يعني حطيته بالطول حطه بالعرض. قلت له ليش؟ قال لي هيك سيدي فلان كان يعمل. الله أكبر، سيدي فلان كان يعمل هيك، لكن سيدي محمد ما بيلتفتوا له شو كان يعمل. لذلك هلا بالتالي أوراد الشاذلي غير أوراد القادري، أوراد التيجاني وإلى آخره. ليش ما عم يحافظوا على أوراد الرسول عليه السلام على الأقل كمحافظتهم على أوراد شيوخهم؟ التبليغ ما بعرف أنت تعرف هذا ولا لا، مين رئيسه مين شيخه اليوم في العصر الحاضر؟ مش واحد عالم هناك في الهند ولا في باكستان، بس هذا يبايع أتباعه على 4 طرق صوفية. هذا السني هكذا. ما هي؟ نعم؟ ما هي 4 طرق؟ طرق نقشبندية ومدري ايش شستي مدري شو اسمها والله ما بحفظها، وليس من الضروري انه نعم جستية. شوف اللفظة أعجمية. فالمهم بارك الله فيك، ما هي هذه الطرق مش مهم، المهم أنه ليست من طريق محمد عليه السلام. لماذا هذا الرجل العالم فاضل اللي بيلقن الناس هذه الطرق كلها، لماذا لا ينصح إخوانه أنه يواظبوا على خطبة الحاجة؟ ترى هذا رجل عالم فاضل ما بيعرف خطبة الحاجة؟ أنا ما أتصور أنه ما بيعرف خطبة الحاجة. إذا لماذا لا ينشروها بين أصحابه؟ ولماذا هم لا يتبعون إذا كان أمرهم؟ أنا أعتقد هو ما أمرهم، هو ما علمهم هذه خطبة الحاجة، ولذلك بتلاقيهم محافظين ليتميزوا على الدعوات الأخرى بهذه الافتتاحية اللي عم نحكي عنها، أنه فيها مثلا تذكير بأنه الفلاح والنجاح لمتابعة رسول الله، ثم هم لا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نحن شيخنا لو سمحت عفوا يا اخواننا، في عندي بمناسبة الخروج يا شيخنا، عندنا جار في السوق يعمل تاجر، هداه الله عز وجل للصلاة ولتربية اللحية. وبعد مدة طبعا تردد علينا هيك شيء بسيط، وبعدها قال أنا أريد أن أخرج. طبعا قبل الخروج عفوا شيخنا كان يشكو من أهله، أمه وأبوه وأخواته، لأنه ساكن في شقة رحمه الله، هو يسكن في شقة من شقق فيها عمارة يعني كل أخوانه ساكنين فيها. كان يجي يقول لي يا أبا ليلى ماذا سأفعل مع أولادي، لأنهم دائما جدته بتأثر عليهم، تحضر التلفزيون عندنا، تعال كذا تعال كذا، فلازم تدير بالك على أولادك ولازم كذا، ودائما أذكره. ويفتح دائما أولاده معه إلى المسجد، مسجد عمر اللي عندنا في الزرقاء. وفجأة التف عليه أحد الشباب من رجال التبليغ وقال له لا غير تخرج، وفعلا يعني خرج معه. ما عدنا رأينا أولاده في المسجد يصلون أبدا، والله هذا كلام من صحيح أقوله. وأهمل بيته بعد ما كان، ورجعت بنته إلى التلفزيون مع جدتها، لأنه إيش كلهم بعمارة واحدة. أي نعم. قال ولا يزال شيخنا أحيانا بيخرج 4 شهور وما يحيد على بيته ولا يجي على بيته، وبيته الآن بدل ما إنه يصلح ويدير باله عليه الآن بيته عم برجع للخلف. النماذج كثيرة وكثيرة جدا. نحن منذ بضعة شهور ذهبنا إلى مطار عمان لاستقبال أحد الضيوف، ما بعرف مين كان معي، أبو عبد الله. وين أبو عبد الله؟ كنت معي؟ ها؟
المهم شفنا شاب ملتحي، ما بعرف انت حكيت معه حتى عرفنا انه بده ينزل معنا الى عمان من مطار عمان. قلت له انا معي هي سيارتي، قلت له تفضل ركب معنا. طبيعي ماشيين في الطريق، وين كنت وين رحت الى اخره، واذ بيحكي لنا انه حضر مؤتمر جماعة تبليغ اللي عقد ما ادري في كراتشي في غيره نسيت. المهم قديش المدة يا ابو عبد الله اللي قضاها تذكر؟ المهم عاش مدة طويلة فيها. قلت له شو يعني الكلمات والمحاضرات اللي يعني سمعتوها؟ عاش مدة طويلة هناك 30 يوم أقل أكثر نسيت. والله وهو من الجماعة اللي هو بيحضر معهم دائما بيقول والله ما سمعنا شيء جديد إلا قضية الصدق والأمانة ومن الكلمات المعروفة دائما. فأنا رأيت من واجبي سألته هل تعرف يا أخي شو معنى لا إله إلا الله؟ ما أعرف شو معنى لا إله إلا الله. طيب شو سويت أنت؟ تركت عمان ورحت هناك وبقيت المدة الطويلة كلها، وبعدين أنت عم تقول ما سمعنا شيء جديد. طيب شو هالرحلة هذه وشو هالسفر؟ شو هالقيمة العلمية اللي أنت شددت الرحل إليها ثم بترجع بتقول ما سمعنا شيء جديد؟ فأنا أقول وبضدها تبعي الأشياء. أنت الآن عم تلاحظ هنا أن واحد بيعطس تلاقي جماعة كلهم بيقولوا له يرحمك الله. هل هذا تلاحظه عن جماعة التبليغ؟ قال لي لا. إن كان واحد اثنين ممكن. الذي يجهلون هذه السنة إيه هذا هو، والذي يعرفون هذه السنة يطبقونها فهو. هذا جواب ولا مؤاخذة السياسي. فعلا لأنه اللي بيعرف واللي ما بيعرف ما بيعرف، هي مفهومة. لكن أنا بقول كجماعة يمكن هذا يكون رجل عامي وذاك وإلى آخره، لكن لما بيسمعوا توجيه وتعليم أن الرسول قال فحق على كل من سمعه أن يشمته، صاروا كلنا بيعرفوا. فالصحبة هذه والخروج إلى آخره هذا الحقيقة لو كان في سبيل الله حقا لصاروا جماعة تبليغ عامي لصار عالما. ليه؟ لأن صحابة الرسول كما قال في القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا، كانوا أميين، مع ذلك كانوا هم المثقفين وهم العلماء. لكن جماعة التبليغ ما في عندهم هالأفق العلمي الواسع من كبارهم، فضلا عن أن ينقلوا ذلك العلم إلى صغارهم. خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلت ولا أزال أقول، وأنا ما أحقد على مسلم فضلا أن أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة تبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية. لماذا؟ لعلك أنت تعلم أنه من منهجهم أنه اللي ما بيبحثوا هي سنة وهي بدعة، صح ولا لا؟ ما بيبحثوا أنه يقولوا للناس لأتباعهم أنه هذه سنة حافظوا عليها وهي بدعة إياكم وإياها. لا، ما يثيرون هذه، لأنه بيقاووا تقول أنه المسألة في المذهب الفلاني موافق للسنة، أما المسألة الفلانية مخالفة للسنة. ما يثيرون هذه القضايا لأنه بيقولوا هذا بيفرق اللي صح ولا ما صح. حتى عارف هم لما ذكرتهم سابقا ما جبتني ليس عندهم العلم. اسمح لي العالم العلم عندهم لا يجاوب. نعم اسمح لي بارك الله فيك. اللي صح اللي ما صح، خير الكلام ما قل ودل. هلا شوف انت بمكالمتك الان بتخليني افهمك انك تبليغي ولا ما كنت تبليغي. انا افهم انك انت تعرف من قبل ذلك، من اول ما تكلمت معك، ولكن انا لا اتعصب الى جماعه التبليغ او لقيت اذا جاء شيء. انا ما امشي عن شخصك، امشي عن دعوه الجماعه. لا تقول انت، انا عارف انت لو كنت مثل غيرك ما حضرت هذا المجلس، انا عارف هذا، فلا ينبئك مثل خبير. لكن انا ما اقول لك
أنه الجماعة دول من انحراف عن السنة، أنهم لا يقولون هذا سني وهذا بدعة، هذه سنة فعليكم بها وهذه بدعة فإياكم إياها، لا. ولا يقولون مثلا أن السنة في الصلاة أنك ترفع يديك عند الركوع والرفع منه، لأنه قد يكون عندهم أحناف، وخاصة أنه شيخهم يمكن يكون حنفي هناك فيخالفهم. ما بيبحثوا موضوع فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كل هذا لا يبحثونه أبدا. هل يبحثون التوحيد؟ هل يبحثون كما قلنا لكم لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله؟ أبدا لن تسمعوا هذا الكلام. كنت في مكة في العام اللي قبل في الحج اللي مضى، وحضرت الغداء عند ابن حفظه الله، وفي أخ مصري سأل ابن عن التبليغ، قال له هذا بدعة وضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. وسئل الشيخ صالح بن حميد في الحرم في نفس الكلام اللي قاله ابن باز، قال الشيخ صالح بن حميد. وسئل الشيخ عبد الرحمن العجلان برضه في الحرم نفس الكلام برضه اللي قاله الشيخ ابن باز حفظه الله، قالوا الشيخ عبد الرحمن العجلان. هذا قال عليه بأذني في قلب البيت ومتغدى عنده وشرب شيء مع ابن باز في نفس في البيت عنده. تتم الكلام عفوا تتم يعني او مش انا اضيف اضافه نفس الكلام منذ 5 أعوام سمعت انا في شنيلر جابوا فتوى وقالوا هذه من ابن باز، قالوا من ابن باز، ولكن الفتوى يعني كانت عليها فأنا شفت الفتوى مش من ابن باز حفظه الله، ولكن من الشيخ اللي في المدينة أبو بكر الجزائري، قالوا لا هذه من الشيخ ابن باز، ولكن أبو بكر تبع الإفتاء. يعني المهم هذا أنا سمعته منذ 5 أعوام. الله يعطيك العافية الله شيخنا قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤونتهم وما يلزمهم. والأرملة هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا. والمساكين هم الفقراء. ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن الساعي عليهم القائم بمؤونتهم ساع على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد أنه يكون كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء ولا يكون لهم عائل فيضيعون، يحتاجون إلى الإنفاق، يحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك، وهم تجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم لتأديبهم وتربيتهم، وهذا ظن خطأ. فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم وبناء من ذكور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم
بنصيحتهم وإرشادهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم. في قوم يذهبون 4 أشهر 5 أشهر سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم، فهؤلاء لا شك أنه من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو الفقيه في الدين، والذي يعرف الأمور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها. والله رأيي في جماعة التبليغ ناس طيبين وناس لطيفين ولا بطيء، لكن بس منهجهم مو طيب، لأنهم هم ما يحرصون على العلم. نعم. طيب احنا حضرنا عندهم نلقى النبي حقهم يقولون نحرص على العلم وعلى الطلب. إذا هم يقولون كذا والأمر خلاف ذلك، حتى أني سمعت أنهم يقول طالب العلم اللي يشوفون مجتهد يقولوا ليش تعلم. المقصود بالعلم الدعوة. عدو اخرج. طيب احنا استفسار نحن انهم يلاحظون على التركيز الدعوة برا خارج من المكان، مثلا نروح لفرنسا، نروح لأمريكا، نروح لباكستان، نروح لقطر. هذه لا شك انها طيبة، لكن بس انه مثل ما اقول لك لا دعوة بلا علم ما هي شيء. الدعوة بلا علم ليست بشيء، لا بد من العلم قبل كل شيء. ثم اليوم نحن في وقت نحتاج الى علم، نحتاج الى علم. معليش إن شاء الله تعالى. السؤال جزاك الله خير حصل في نزاع بين الأخوة، وهو أنهم يجتمعون كل ليلة الخميس للنصف للشهر، والعادة كان يقرأ القرآن في الاستفتاح والختم في بعض الأحيان، لكن طلب أكثر الحاضرين يقولون بصفة دائمة يبدأ بالقرآن ويختم به. لا والله ما أرى هذا. لا ما أرى هذا. أقول ما أرى هذا، لأنه كون نخليه بصفة دائمة معناه جعلناه سنة. وهذا ما له أصل. كيف نرد عليه؟ ما هذا نرد عليهم نقول طيب هل كان من هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بس يكفي، هذا يكفي، لأن العبادات يمكن هذا يكون مشددا في الدين، يعني الذي ينكر عليه ويرجع يعني أبدا اللي ينكر عليهم إن شاء الله على صواب. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء فتوى رقم 17776 بتاريخ 18/3/1416. السؤال الثاني: قرأت لسماحتكم عدة فتاوى وتحثون عليها طالب العلم للخروج مع جماعة التبليغ، والحمد لله خرجنا معهم واستفدنا الكثير، ولكن يا شيخي الفاضل رأيت بعض الأعمال لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أولا التحلق في المسجد كل شخصين أو أكثر يتذاكرون 10 الصور الأخيرة من القرآن، والمواظبة على هذا العمل بهذه الطريقة في كل مرة نخرج فيها. ثانيا والاعتكاف يوم الخميس بصفة مستمرة. ثالثا تحديث أيام للخروج، وهي 3 أيام في الشهر أو 40 يوما كل سنة و4 أشهر في العمر. رابعا والدعاء الجماعي المستمر بعد كل بيان. فكيف يا شيخي الفاضل إذا خرجت مع هذه الجماعة أتعامل مع هذه الأعمال والأفعال التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما يا شيخي أنه من الصعب تغيير هذا المنهج وهذه هي طريقتهم، فنرجو التوضيح. الجواب: ما ذكرته من أعمال هذه الجماعة كله بدعة، فلا تجوز مشاركتهم حتى يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة ويتركوا البدع. الموقعون على الفتوى أصحاب الفضيلة الرئيس عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، والأعضاء بكر بن عبد الله أبو زيد، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ،
صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قال العلامة عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ يحفظه الله تعالى: وإخواننا التبليغيون وفقنا الله وإياهم للصواب هم أناس سلكوا مسلكا ألا وهو مسلك التصوف في كثير من أحوالهم. هم يهتمون بأذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار اليقظة، أذكار الأكل، أذكار الشرب إلى آخره. لكنهم للأسف الشديد لا يثقفون من صحبهم ولا يستفيد منهم علما ولا فقها، بل إذا رأوه مخطئا لم يقولوا لو أخطأت، ويقولون إن القدوة هي طريقتنا للدعوة. ثم هم منزوون على أنفسهم، متقوقعون على أنفسهم، لا يصحبهم إلا من كان على مثل طريقتهم، ولو صحبهم ذو علم وفقه وفضل لم يرتضوا به ولم يصاحبوه، وإنما يبتعدون ويحذرون منه. ثم هم إذا نزلوا بأي سافروا المكان وشرطوا الرحلة 3 أيام أو 40 يوم أو 3 أشهر، لا تجدهم إذا رجعوا قد تغيرت بعض أمورهم، بل هم على ما هم عليه اليوم وأمس وغد، لأن الفكرة فكرة خلود إلى الأرض، قلة علم، ضعف فقه بدين الله، سلوك تصوفي ليس له صلة بالعلم النافع والعمل الصالح. فالحقيقة نحن نحسب عليهم ذلك ونقول: استصحبوا علماء يفقهونكم ويعلمون من كان معكم العلم الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما أن تتمسكوا بكتاب حياة الصحابة فقط أو رياض الصالحين، فرياض الصالحين خير لو طبقتموه، وحياة الصحابة فيها ما يقبل وقد يكون فيها ما يرد. ثم يعتب عليهم أحيانا تعلقهم بمرجعية الله أعلم بحالها، بل الغالب على المرجعية الخارجة من جزيرة العرب والبعيدة عن بلاد العرب أنها مرجعية يشرك أن تكون وثنية، لأنهم يدعون أصحابهم بعد أن يلزموهم طويل إلى بيعة شخص ما موجود في أحد الأقاليم خارج الديار الإسلامية، فهم مرتبطون ببيعة لأناس معينين. إذن فالمرجعية مشبوهة، أو قل المرجعية غير مشروعة، فلهذا لا ننصح بصحبتهم إلا بحذر لمن كان يريد أن يعلمهم ويرشدهم. ويأتينا الإخوان المسلمون، فنحن نقول كل المسلمين إخوة، فماذا يريد أولئك؟ إن كانت الأخوة مبنية على الكتاب والسنة فكل مسلم عبد الله واتقاه واستقام على شرعه هو أخ لنا في ذات الله. كل مسلم عمل بشرع الله فهو أخونا، قريب كان لنا أو بعيد، معنا أو بخارج بلادنا. نحن نحب كل مسلم تمسك بالكتاب والسنة وعمل بما عليه سلف الأمة. أما أن نجعل من الإخوان رمز لأمور أخرى وانقسامات أخرى وأفكار ومبادئ غريبة علينا، فهذا الفكر نحن نرفضه ولا نقبله. وأما من يقال عنهم العلمانيون والحداثيون وأمثالهم، فإني أحذر أولئك من أن تكون تلك الألقاب دالة على بعد عن الشريعة وعداء للشريعة، أحذرهم من ذلك. فيا من يدعون أنهم علمانيون أو حداثيون، أقول لهؤلاء: أنتم أبناء مسلمين، فاحذروا أن تكون تلك الألقاب التي ارتضيتموها لأنفسكم، احذروا أن تنآ بكم عن شرع الله،
وأن تبعدكم عن منهج الله، وأن تكونوا خصوما لأولياء الله، أو تكونوا منابر لبث السموم والفرقة بين المجتمع المسلم. احذروا ذلك وكونوا دعاة إلى الله وإلى دينه، واحذروا من أن تكونوا سلما يرتقي عليه أعداء الإسلام لينفذوا سمومهم وأفكارهم بين المسلمين. احذروا ذلك وتذكروا قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أصدر سماحة مفتي المملكة في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى فتوى في شأن جماعة التبليغ، جاء فيها: هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم المجلد الأول صفحة 267 و268. سئل العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، فقال رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الله فهو خروج في سبيل الله، وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. انتهى. المصدر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله المجلد الأول صفحة 174. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة التبليغ سنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة. هذا الخروج من 40 يوم أو 4 أشهر، 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر، هذا بدعة. وهذه جماعة صوفية معروفة، يعني ثبت إنها جماعة صوفية من ديوبنديين يتسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية. فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أنه يخرج معه، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة، واحتج الناس به، قالوا فلان خرج معهم أو الناس خرجوا معهم أو أهل البلد. فيجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يلتفت إليه، يجب أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشرونها بينهم. ولا يقول الإنسان أنا أخرج معهم من أجل التعليم، هذا شيء. هم ما يقبلون التعليم، هم ما يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج. هم جاءوا ليعلموه، ما جاءوا ليتعلمون منه، جاءوا ليعلموه صوفيتهم ومذهبهم، ما جاءوا ليتعلموا منه. لو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على العلماء في المساجد وقرأوا الكتب
هذا غلط، هذا المغالطات لا يجوز الانخداع بها. نعم. وقال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. استمع لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان وهو يثني على كتاب الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى. وآخر كتاب صدر جمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم. آخر كتاب صدر في هذا هو كتاب الحافظ الجامع، كتاب الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جمع كل ما قيل من قبل، جمع فيه معلومات صحيحة عنه، فلم يبقى فيه مشكال أبدا. لكن الفتنة والعياذ بالله إذا جاءت تعمل أبصار، الفتنة تعمل أبصار. ولا كيف إنسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد كيف يغتر بهؤلاء؟ كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا من الضلال بعد الهدى واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى. لا، الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. وأول جماعة وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة تسموا بالشيعة، وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم مؤمنون، كما قال منهم فألف مؤمن فيما زعمتم ويقتلكم 40 إلى أن قال كذبتم ولكن الخوارج مؤمنون. فهم لا يسمون أنفسهم طائفة، وإنما سمي حرورية لأن تجمعهم واعتصامهم كان في حرورة. وقال أيضا العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى. ما حكم الذي يترك حضور دروس العلم ويخرج مع جماعة التبليغ؟ هذا خروج ليس مشروعا، لأنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمع الخلفاء الراشدون، فهو من البدع. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي لفظ اخر من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين كله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه هذا الخروج، وقال فيه طاعه خروج شيء من الوصايا والطاعه، لكن توجيهه بأن يخطئها على أنه أمر شرعي مشروع هو ليس على الأمر الرسول فهو معدوم. قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. أرجو نصحي وتوجيهي في بلدي الذي يسكن فيه أناس يتسمون بجماعة الدعوة التبليغ، فهل أخرج معهم؟ لا يا أخي، لا تخرج معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكر افتراق الأمم، ولما ذكر الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فخلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا تصير مع محمد الياس وجماعته. وقال أيضا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. يقول السائل: نحن في قرية ويتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ نرجو التوضيح. لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيضا العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. وهذا يقول ما تقولون في رجل نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد، جاءته جماعة من التبليغ في قريته وشكلوه معهم، لكنه تردد، وعندما ذهبت الجماعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على أكمل صورة فأمره أن يخرج مع الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه في الرؤيا ليس بتشريع، أن نعلم أن في بعض الكتابات ضعيفة مرة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سمعت من يقول أن معنى أخرجت أي الخروج في سبيل الله. لا يا أخي، هذا يعني قصده كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني جماعة التبليغ. وش هذا مثل واحد اسمه كوكا وقال أنا ما أجد اسمي في القرآن، وإذا كان وافق قال واحد من اللي هو هذا حاكم قال لواحد من الذين يتقربون إليه قال سبحان الله لقوله تعالى وتركوك قائمة، يعني وتركوك تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة. مثل هذا اللي أخرجت للناس يبي يجعلهم هم جماعة التبليغ. سبحان الله. وقال أيضا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. سمعت لأحد من دعاة جماعة التبليغ وهو من هذه البلاد يزهد بكتب شيخ الإسلام، لأن اتبعهم هم يبون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبدا، ولا يتكلمون في القرآن يقولون في خلاف، ولا في السنة يقولون فيها خلاف، ولا في الفقه يقولون في خلاف، ولا في العقيدة يقولون فيها خلاف، فلا أدري وش العلم اللي عندهم يعلمون به. والغريب الآن إذا نظرنا الآن إلى الرسول من عندنا والقرآن نازل بلغة العرب، والبلاد هذه فيها أشرف وقعة على وجه الأرض، ويروحون يتعلمون دينهم من واحد هندي ما يدرون هو على حق ولا على باطل. حقيقة يعني مفروض أن أهل البلاد هذه اللي نزل القرآن بها والرسول منها مفروض أنهم هم يصيرون قادة العالم ويبصرون للعالم ويثقون بهم العالم، لكن أنت الآن أكست الموضوع. مفروض أنك قائد ورحت تسمع وش يقولون. قال الشيخ محمد الياس وحدثني شخص موثوق يقول إن في واحد ذهب إلى بلادهم ووجد أنهم يطوفون على قبره وقبره في مسجده. وش الكلام هذا؟ بس احنا إذا صار واحد أجنبي صار عندنا ما شاء الله. صحيح الأجانب فيهم نوادر، لكن متى يوفق الواحد انهم ولا فيهم يجي ناس علماء. قال العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى. شيخنا الفقيه المدقق صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. ويقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا استدراج 3 أيام 40 يوم 4 شهور، وبالنهاية إلى زيارة من مسجد يضم قبر ميت. هذه دعوة إلى الله. قال العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى. شيخ ما رأيك في جماعة التبليغ؟ في كثير من الناس يخرجون معهم ويقولون يذهبون إلى الهند ويصلون في مساجد ذا قبور ويقولون نحن ندعو إلى الله. هذا سؤال طارئ وعارض شفهي. الجواب: جماعة التبليغ والإخوان المسلمون والسروريون وحزب التحرير ومن يعطف عليهم كلها فتن عرضت عليكم، امتحان واختبار.
أنتم أمام الاختبار والامتحان، أنتم على الخط، والجماعات هذه تريد أن تخرجكم من الخط إلى بنيات الطريق، ومن خرج عن الخط إلى بنيات الطريق ضاع، نهايته الهلاك إلا ما شاء الله. لذلك لا أنصح أحدا بالانتماء إلى أي جماعة من هذه الجماعات. وجماعة التبليغ حسب فهمي لا أتهمهم بالطموح السياسي كغيرهم من الجماعات الأخرى، ولكنها جماعة صوفية تنتمي إلى جماعة ربما تستبيح الاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور في بلادهم، يعني أصولهم ورؤساهم، وإن كان الموجودون هنا في هذا البلد وفي غير هذا البلد ما نتهمهم بذلك، لكن الجماعة الذين ينتسبون إليهم فيهم شرك، قد يكون فيهم الشرك الأكبر، ولذلك لا داعي للخروج معهم. ثم تنظيم الخروج ب4 أيام أو ب4 أشهر أو ب40، هذا التنظيم بال40 أربعينات هذا تنظيم بدعي لا أساس له. ثم اعتبار الخروج نفسه في سبيل الله بدعة، ليس الخروج بذاته يكون في سبيل الله. إن خرج لطلب العلم، إن خرج ليقاتل، إن خرج لزيارة أخ له في الإسلام، إن خرج لغرض شرعي سفره سفر طاعة. كونوا في سبيل الله رجل فيما بينه وبين ربه. أما مجرد الخروج نسميه في سبيل الله هذا خطأ. والقوم أي الذين أنشأوا هذه الجماعة أناس من الهند عجم، قد لا يفهمون هذه المعاني، ولكن المفروض أنتم تصححوا لهم وتتبعوهم، تنصحونهم وتصححوا لهم عقيدتهم وتوجههم توجيه. الغريب أنتم بدلا من أن تؤثروا في غيركم تتأثرون بهم. هذه في الواقع قضية معكوسة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. هذا ينطبق عليكم، أنتم القادرون على التمام وعلى الإصلاح وعلى التوجيه. عرب متعلمون فاهمون، يجيكم ناس لا يفهمون من الإسلام إلا مجرد الانتساب، أو طرقيون قبوريون يؤثروا فيكم بدلا من أن تؤثروا فيهم أنتم. هذه في الواقع قضية معكوسة، عيب. قبل أن نقول حرام عيب، لا ينبغي أن نقف هذا الموقف. قال العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. هناك الجماعات المحدثة مثل جماعة الإخوان وجماعات التبليغ وغيرها، هل هذه الجماعات من أهل السنة؟ وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ الجماعات من المعلوم أن الذي يكون سليما منها هو ما كان على الوصف الذي أشرت إليه في أثناء الكلمة، وهي أن تكون الجماعة ويكون الناس على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال لما سئل عن الفرقة الناجية من 73 فرقة قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. هذه الفرق المختلفة الجديدة أولا هي محدثة، ميلادها في القرن 14، قبل القرن 14 ما كانت موجودة وما كانت مولودة، هي في عالم الأموات وولدت في القرن 14. أما المنهج القويم والصراط المستقيم فميلاده أو أصله من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حين بعثته عليه الصلاة والسلام. فمن اقتدى بهذا الحق والهدى فهذا هو الذي سلم ونجا، ومن حاد عنه فإنه منحرف. تلك الفرق التي أو تلك الجماعات من المعلوم أن عندها خطأ وعندها صواب وعندها خطأ، لكن أخطاؤها كبيرة وعظيمة، فيحذر منها ويحرص على اتباع الجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة
والذين هم على منهج سلف هذه الأمة، والذين التعويل عندهم إنما هو على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس التعويل على أمور جاءت عن فلان وفلان وعلى طرق ومناهج أحدثت في القرن 14 الهجري الذي انصرم. فإن تلك الجماعات أو الجماعتين اللتين أشير إليهما إنما وجدتا وولدتا في القرن 14 على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة المعروفة التي هي الالتزام بما كانوا عليه مما أحدثه من أحدث تلك المناهج وأوجد تلك المناهج. فالاعتماد ليس على الأدلة وعلى أدلة الكتاب والسنة، وإنما هو على آراء وأفكار ومناهج جديدة محدثة يبنون عليها سيرهم ومنهجهم. ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم فإنهم يكونون على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان من رافضة فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبه. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون من هب ودب، حتى الرافضي الذي هو يبغض الصحابة ويكره الصحابة ولا يأخذ بالحق الذي جاء عن الصحابة، إذا دخل معهم في جماعتهم فهو صاحبهم ويعتبر واحدا منهم، له ما لهم وعليه ما عليه. أما جماعة التبليغ فعندهم أمور منكرة. أولا هي منهج محدث وخرج من دلهي، ما خرج من مكة ولا من المدينة، وإنما منبعه ومصدره دلهي في الهند. يعني والهند يعني كما هو معلوم يعني مملوءة بالخرافات ومملوءة بالبدع، وإن كان فيها كثير من أهل السنة والذين هم على سنة وعلى منهج صحيح، ومثل جماعة الحديث الذين هم يعني هم أحسن الناس في تلك البلاد وأمثل الناس في تلك البلاد، إلا أن هذه الجماعة نشأت وخرجت من تلك البلاد ومن تلك المدينة، ومبنية على أمور معينة أحدثها من أحدث هذا المنهج، والمؤسسون له هم من أهل البدع ومن أهل الطرق الصوفية ومن المنحرفين في العقيدة، فهي بدعة محدثة وجماعة وجدت في تلك البلاد، وهي مبنية أو تعتمد على هذه الأمور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقة، وهم في العقيدة منحرفون وفي الطريقة أيضا منحرفون، فيهم الصوفية وفيهم الأشعرية الذين هم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، لا في العقيدة ولا في السلوك، لا في العقيدة ولا في السلوك. والإنسان يعني يكون آخذا بطريق السلامة والنجاة إذا كان التزم بالحق والهدى الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته، وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين تابعوهم وساروا على منهاجهم وساروا على منوالهم. قال العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله ونحمد الله أن عرفناك في هذه الدورة المباركة وفي هذا المكان، وأنت تعلم الدين والسنة، ونتمنى أن تتكرر الزيارة. وسؤالي: ما رأيكم في من يدافع عن الحزبيين ويزكيهم ويحذر من السلفيين ويتهمهم بالنفاق الاعتقادي وأنهم يلبسون لباس أهل الخير من أجل ضرب أهل الخير، ويشبههم بأصحاب مسجد الضرار؟ أولا أقول: يا أخي جزاك الله خيرا ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا فيه ومن أجله
وأن يديمها على ذلك، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يجمعنا في دار كرامته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تكرار الزيارة، هذا شيء يعلمه الله والغيب لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث السؤال عمن يدافع عن الحزبيين ويتهم السلفيين، فهذا أمر معروف من كثير من الناس الذين يتسمون بالخير وهم مع ذلك يتعاطفون ويدافعون عن الحزبيين، فهؤلاء نسأل الله أن يصلحهم أو ويبصرهم الحق أو يهلكهم، وأن يريح السلفيين من هذا القسم من الناس الذين يظهرون للناس بأنهم أهل حق وهم مع ذلك يتعاطفون مع أهل البدع. نعم. قال العلامة المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: نعم، جماعة التبليغ الذين جمعوا بين التصوف والجهل. يقوم أحدهم يتكلم ويضيع الساعات على المستمعين بكلام جهل وأحاديث ضعيفة وموضوعة، فالضبط أننا لا ننصح بالالتحاق بها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين، أي نعم، طالب العلم يجب أن يكون همه هو التفقه في دين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآن مع فضيلة الشيخ العلامة الناقد البصير صالح ابن نافع الحربي رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. هناك سؤالان متعلقان بجماعة التبليغ. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل كان دهلوي ومحمد إقبال من أهل السنة؟ وهل جماعة الدعوة أم من يقولون أنهم مبلغين؟ وما رأيكم في من يقلل من أهمية التوحيد وتعلمه وهو ممن يندرج تحت مسمى أهل الدعوة، أي من الدعاة الذين لهم شهرة وصولة وجولة في ميادين الدعوة؟ محمد إلياس وهو مؤسس جماعة التبليغ وليس محمد إقبال. محمد إقبال هذا أيضا خرافي قبوري ضال يتكثر به الحزبيون والحركيون ويمدحونه ويجعلونه مفكر الإسلام، وهو خرافي قبوري. لكن محمد إلياس أيضا خرافي قبوري كذلك، وقبره موجود في نظام الدين في دلهي في مركز جماعة التبليغ من ضمن قبور أخرى في المسجد. هذا مؤسس جماعة التبليغ. فهؤلاء مبتدعة ضلال قبوريون لا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يعرفون
الإسلام صوفية باطنية لا علاقة لهم بأهل السنة ولا بالدعوة. دعوتهم دعوة سياسية، دعوة التبليغ، دعوة الإخوان. هذه ما يسمونها بالدعوات الإسلامية، هذه أحزاب سياسية تسعى جميعا لبث الفرقة بين المسلمين، وتريد كل واحدة منها أن تقتطف طرفا من المسلمين فتذهب به حتى تحقق به أهدافها وما تسعى إليه. هذا مما يمقته الإسلام. الإسلام دين الجماعة، أما أن يأتي من يدعو جماعة واحدة أو يدعو المسلمين إلى أن يتفرقوا، هذا الحزب يأخذ مجموعة منهم والحزب الآخر يأخذ كذلك، وما يكون على ما هم عليه فيعادونه وينابذونه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليس هؤلاء من أهل العقيدة ولا من أهل الدين، وقد حكم عليهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأهل السنة بالفرق، وأنهم من الفرقة 72 فرقة. وذكرنا لكم ثمارهم المرة من يعني تنكب الإسلام والغيبة عن الإسلام وتغييب أهل الإسلام عن الإسلام، حتى أخذوا يتعجزون بالوثنية والكفر على ما ذكرنا أمثلة عليه. وقال أيضا العلامة فالح بن نافع الحربي رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأي شيء، أي وسيلة لم يشرعها الشرع ولم يبين أن فيها هدى وعدل عنها فإن فيها فسادا ولو لم يظهر لنا. فبارك الله فيكم، لا ننكر أن هذه الجماعة لها نشاط، ولا ننكر أن هذه الجماعة أثرت، ولا ننكر أن هذه الجماعة جماعة تدعي أنها تدعو إلى الإسلام، لكن ما هي حقيقتها؟ هذا هو العلم. حينما تسأل ما تسأل تقول وش رأيك أنت في جماعة التبليغ يا فلان، اسأل فقل هل جماعة التبليغ تدعو إلى التوحيد وإلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة؟ لا تجد عالما يفتيك في ذلك فيشهد لهم بهذه الشهادة، والله لا تجد. وإن الذي يشهد لهم بهذه الشهادة لهو ظالم متعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، وهم والله يشهدون على أنفسهم بذلك. والله لو سألت أي واحد منهم على أنه فقيه في الدين وعالم ويعرف العقيدة، بل لو سألته وامتحنته عن معنى لا إله إلا الله، إلا أن يشاء الله ما يعرف معنى لا إله إلا الله، وإذا كان يعرفها فهو لا يطبقها. وماذا يفيد إذا كان لا يطبق؟ ماذا يفيده؟ فإذا كان الأمر كذلك فأي شهادة حق يمكن أن يشهد لهم بها على أنهم على طريق سليم وعلى طريق صحيح؟ لا والله، بل هم يتبرؤون. لو قلت لواحد منهم أنت سلفي، أنت من أتباع السلف، وأنت تلتزم الكتاب والسنة ولا تحيد عنها، والكتاب والسنة ودليل كذا، الدليل كذا من الكتاب والدليل كذا من السنة يخالف منهج الجماعة التي أنت عليه والتي أنت من أفرادها، فإذا أترك هذا المنهج وخذ بالكتاب والسنة. يقول لك لا إلا أن يشاء الله، فإذا شاء الله هدايته وتعلم وفهم الباطل اللي هم عليه وتجرد لمعرفة الحق ولاتباعه وأخلص لله سبحانه وتعالى وعرف الطريق الصحيح الذي رسم له في الشرع، الطريق الشرعي الصراط المستقيم، هذا لا يمشي معهم. وأنا أقول لإخواننا الذين يسمعون الآن والذين يريدون يسألوا ويدافعوا عنهم، أنا أوسطكم مع جماعة التبليغ أن يجتمعوا وأشرح لهم معنى لا إله إلا الله، وأوسطكم أيضا مع جماعة التبليغ أن يدرسوا في حلقاتهم وفي مجالسهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأوسطكم أن يأخذوا كتاب كشف الشبهات أيضا ويدرسوه ويحملوه معهم في الطائرة وفي السيارة، وأوسطكم أن يتركوا كتاب
حياة الصحابة وأن يجعلوا بدله صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وأوسطكم أن يقرأوا في كتب التوحيد وكتب السلف في هذه البلاد التي كلنا يعرفها. ولكن أقول لكم، وهذا عن علم وليس عن دعوة وادعاء، أقول لكم والله أهون عليهم أن تقابلوهم بالبنادق وبالصواريخ وبالرماح وبالسيوف على أن يقرأوا هذا الكتاب وأن يدرسوه في دروسهم. والله لو حملتم السيوف والرماح لما قرأوه ودرسوه أو ما آمنوا بما هو موجود في هذه الكتب. قال العلامة عبد العزيز ابن عبد حفظه الله تعالى، قال العلامة المحدث. وسائل يسأل عن، يقول كثرة الأسئلة عن جماعة التبليغ. نقول جماعة التبليغ معروف أنهم صوفية، ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فننصح الشباب ويأمرون بالخروج، اخرج ويحتمون على الإنسان يخرج 40 في العمر، 40 يوم وثلاثة كذا، ويومين في كل أسبوع مرتين، وفي كل شهر 3 أيام. كل هذا لا دليل عليه. اخرج يسمون في سبيل الله، ويعتنون بالأذكار فقط، وكذلك يجعلون بعض العامة ينصحون ويدعون وهم ليس عندهم علم. فننصح الشباب الإقبال على الدروس العلمية وطلب العلم وعدم الخروج. وإذا أراد الإنسان يدعو بعد ذلك إذا تأهل يدعو إلى الله. أما أن يخرج جاهل مركب ما يفهم، بعض الشيوخ الكبار يجعلونهم يتكلمون، شيوخ كبار ما عرف شيء ولا قرأ، مثل ما يعرف ولا يكتب يجعلونه يتكلم في المسجد وينصح. وبعضهم كذا، بعض الشباب الصغار اللي ما درسوا ولا تعلموا. وكذلك جماعة التبليغ إذا أمرت بالتوحيد لا يمكن يتركوه، لا تدعو للتوحيد ولا تأمر ولا تنهى عن المنكر، ادعو إلى كذا وإلى كذا ولا تتكلم في أحد. هذا ما المقصود، أن ننصح الطلبة بالإقبال على طلب العلم والتعلم والتفقه والتبصر في الدين، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، كما حدثنا أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهل الرس، مدرس في وزارة التربية، أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بدع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بدع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. حدثوا، كم عددكم؟ قولوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة، وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا. حدثوا بهذا، بارك الله فيكم. لا تخشوا، لكن بالحكمة، وهذا نقرره ونكرره عليكم وعلى أمثالكم ممن يستطلعون نصائحنا ويستطلعون ما عندنا. وقال أيضا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. السؤال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز القديمة وهو يثني على جماعة التبليغ، وبين الفتوى التي ذكرها الشيخ ربيع في كتابه عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يحذر من هذه الجماعة؟ أول القاعدة الأخذ بآخر القولين لا بأولهما، فالغالب آخر القولين هو ما استقر عليه أمر الرجل،
وأدى إليه اجتهاده في المسألة. هذه قاعدة عامة في كل ما يفتي به أهل العلم، سواء في ذلكم الشيخ عبد العزيز رحمه الله أو غيره من أهل العلم والإمامة. الأمر الثاني أن جماعة التبليغ معروف حالها وواضح أمرها، وأنها إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال وبدعة. إلى أن قال: والشيخ عبد العزيز رحمه الله كان في فتواه تحفظ أو شيء من اللين حيال هذه الجماعة، لكن آخر أمره خلص إلى أنهم جماعة جهال ليس عندهم بصيرة في العقيدة، ولا يجوز الخروج معهم إلا لأهل العلم حتى يبصروهم. ولكن المعروف عن هذه الجماعة أنها لا تمكن من خالف منهجها، لأن لهم أصول وقواعد مقعدة من مؤسسها محمد إلياس الكندهلوي، وسار على هذه الأصول من خالفه في إمارة الجماعة، جماعة التبليغ. والأمر الثالث أن اجتهاد العالم ليس بمعصوم، العالم يجتهد ويجتهد كثيرا، وأحيانا يصيب لا تقبل إصابته ويشد أجره عليها، وأحيانا يخطئ وخطأه هو مأجور عليه عند الله عز وجل ما دام أنه صاحب سنة واجتهد طالبا للحق ولكنه أخطأ، فهو مأجور عند الله عز وجل وكرامته محفوظة عند إخوانه وأبنائه من أهل السنة. لكن لا يجوز أن يتخذ اجتهاده منهجا، لأنه ليس بالمعصوم، والمنهج هو ما كان في الكتاب، المنهج الحق ما كان في الكتاب الكريم، فإنه هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها معصومة وهي وحي مثل القرآن. وفي سيرة السلف الصالح وهم كل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وتبعه عليه من أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم بإحسان. نعم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الإصدار. نسأل الله جل في علاه أن ينفع به الجميع. وترقبوا الإصدار الثاني، أقوال علماء الأمة الإسلامية في جماعة الإخوان المسلمين البدعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وفي الختام نحمد الله تعالى على أن من علينا بافتتاح هذه الشبكة، شبكة أهل الأثر السلفية، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لمزيد من العطاء الخير الذي تعم به الفائدة والمنفعة للمسلمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة أهل الأثر السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.